انا بحلم حلم اكبر مني ومش هحقق الحلم، ما احلمش يعني كمان ما احلمش، ما تسيبوني احلم احلام كبيره وعن امي ما حققتها. يعني احلم وخلاص، حتى على الاقل ابقى حلمت يعني، ولا حلم ولا حقيقه. كنت بتكلم مره مع حد من الناس في التيم عندي، فقام قال لي كومنتس كده بتاع مايلستون. انا طول عمري اسمع كلمه مايلستون دي وما كنتش فاهم يعني ايه مايلستون، او كنت فاهم بس مش مدرك. مايلستون، مايل ستون، مايل اللي هو مسافه زي الكيلومتر او المتر، فمايل ده اللي هو تقريبا جزء من الكيلومتر، ولنفترض مجازا 600 متر. بعد المايل ما يخلص بيحط ستون، حجر، فاذا الجمله هي حجر على الطريق. ايه المايلستون ده؟ تحلم احلام كبيره زي ما انت عايز عادي جدا، بس لو ما قسمتهاش بالبلدي لترانشات ومايلستونز مش هتحققها. نفس فكره البيبي وهو صغير، البيبي من ساعه ما يتولد ينفع ياكل تفاح، لو افترضنا ان هو عدى عليه شهرين ينفع ياكل تفاح، بس ياكل تفاح ازاي بقى؟ لا، يمسكوا التفاحه ويقشروها، وبعد كده يمسكوا قلب التفاحه يشيلوا منه البذر، وبعد كده يفعصوها ويسلقوها ويحطوها مع ميه، فيطلع التفاح ده كانه ايه، حاجه كده زي سيريلاك او زي هيرو، اللي هي الاكل بتاع البيبي، مطحون، اكل مطحون. طب البيبي ده لما يكبر شويه بيسلقوها بس ما يعملوهاش، ما يفعصوهاش، فتبقى التفاحه طريه عشان ما عندوش سنين فيعرف ياكلها زي البطاطس البوريه، سهله كده. طب لما يكبر اكتر شويه تاني هي نفس التفاحه من غير ما يسلقوها له، يدوها له من غير قشر. طب لما بقى زي الشحط قدكم هياكلها زي ما هي. نفس الفكره في الاحلام، لو عندك حلم كبير جدا اشتغل عليه، قسمه ترانشات صغيره، قسمه قطع صغيره، وحط ايه، مايلستون. يعني قول انا هعمل دي دلوقتي، فتعمل دي، فتيجي عندها وتحط حجر، يبقى انت حققت ايه، 1 من 10 من حلمك، حققت 2 من 10 من حلمك، حققت 3 من 10 من حلمك، حققت 5 من 10 من حلمك، حققت 7 من 10 من حلمك، حققت 9 من 10 من حلمك، حققت 10 من 10 من حلمك، بس تبقى حققت حلمك. فلازم عشان تحقق حلمك يبقى اصلا في حلم يا رامي، يبقى اصلا كبير يا ميشو، يبقى اصلا تعرف تقطعه يا جون، وتحقق منه حته وتحط مايلستون. انا عملت دي، حته ثانيه مايلستون، عملت دي. سلام عليكم. لو عجبك الكلام ده اكتب لي برده كومنت، يمكن اطلع لك في الفيديوهات اللي بعد كده.